زي ما انتوا شفتوا امبارح لما السنغال كسبت المغرب 1-0 في نهائي كاس افريقيا. طلع كابتن وليد امبارح بيتحجج بالتحكيم وبيتكلم في التحكيم ان اساء المباراه النهارده كان وحش، مع انه سبحان الله لما الكابتن حسام حسن اتكلم على التحكيم طلع قال ان احنا بنتحجج. ومش بس كده، طلع انتقد مدرب السنغال باباي سياو وقال ازاي يخليهم يطلعوا ويسيبوا الماتش، مع انه في نفس الوقت لما بابا سياو راح كان عايز يسلم على كابتن وليد، كابتن وليد في الاول رفض بس سلموا على بعض، بس بعد كده كان هيتشاجر مع بابا سياو، بس بابا سياو تصرف بكل عقلانية وسابه ومشى. الضحك بقى مش هنا، الضحك بعد ما الماتش ما خلص وكلنا شفنا الاحتفالات بتاعت ساديو ماني وبتاعت المنتخب السنغالي. النهارده صحينا على خبر ان المغرب عايزه ماتش السنغال يتعاد، وان طبعا المحكمه المغربيه لكره القدم انها ستلجا للمساطر القانونيه الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. طبعا انتوا عندكم فرج عامر زينا ولا ايه؟ ده فرج عامر اكد لنا ان الماتش هيتعاد وتعاد، بس في كاس افريقيا وخسرناه عادي جدا.